نبتدي بالتاريخ. انتوا عارفين طبعا ان السيده هاجر رضي الله عنها ام سيدنا اسماعيل عليه السلام مصريه، وان سيدنا اسماعيل عليه السلام هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني السيده هاجر المصريه تعتبر احد جدود النبي عليه الصلاه والسلام. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمه مصري، في دم مصري من عندنا. انتوا متخيلين الشرف اللي ربنا شرف بيه مصر والمصريين؟ ده مش بس كده، ده السيدة هاجر لما راحت مكة ولقيت ابنها اسماعيل محتاج ان هو يشرب وكان بيعيط علشان عطشان، ففضلت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، فيشاء ربنا سبحانه وتعالى انه يخلي سعيها بين الصفا والمروة ركن اساسي من اركان فريضة الحج. فريضة الحج تبطل من دون هذا الركن. يعني ركن اساسي من اركان فريضة الحج عملته ست مصرية. انتوا متخيلين تكريم وتشريف ربنا لينا؟